بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة فيديو من سلسلة تحضيرات رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. ومعانا بقى النهاردة الحاجة والدتي هي اللي هتعمل الخلطات البهارات الجميلة بتاعتها. فهنشوف دلوقتي هنعمل مع بعض بهارات فراخ وبهارات للسمك وبهارات للشيش طاووق، فهنعمل حاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بهارات الفراخ. هنحط بقى ايه الاول؟ معلقتين ملح، معلقتين كبار ملح اهو. بنعمل كده في برطمان وبنقلبه مع بعض. بعدين معلقة توم باودر، ادي التوم الباودر اهو كبيرة، معلقتين كبار توم باودر ومعلقتين بصل باودر. طبعا يا جماعة البهارات هي اللي بتدي الطعم الجميل للأكلات وبتدي الريحة الجميلة للأكلات، فطبعا تجهيز الحاجات دي بتسهل عليكي كتير في المطبخ وبتخليكي يعني بدل ما تفتحي كل البرطمانات وكل علب التوابل تاخدي على طول وتحطي على الأكل. بعد كده معلقة كبيرة فلفل اسمر او ابيض على حسب اللي موجود عندك. ايوه. وبعد كده معانا حبهان بودر ولورا بودر. ادي الحبهان البودر اهو، احنا بنجيبه جاهز كده، ممكن انت تجيبيه وتطحنيه بس لازم تشيلي القشر. وورق لورا بودر. عادي ولا يهمك. تمام. بعد كده معلقه جوزة الطيب، جوزة الطيب اهي، ودي تبقى معانا. ولو عندك كبابه صيني ممكن تحطي معلقه كبابه صيني كمان، هتديها طعم جميل. وكده خلصنا بهارات الفراخ. هنقلبها كويس ونكتب على البرطمان ونشيله في التلاجة. وكده احنا كده كتبنا عليها، قفلناها وكتبنا عليها بهارات فراخ، ونحطها في التلاجة علشان ما تخسرش. طبعا ساعة ما نيجي نعمل اي تتبيل اي فراخ بنطلعها وناخد منها على طول من غير ما نفتح بقى كل علب التوابل. دلوقتي هنعمل مع بعض توابل او بهارات للسمك. هيبقى كبيرة او صغيرة اقول؟ ماشي. معلقة كبيرة ملح، دي توابل السمك. معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كمون، ومعلقة بصل باودر اهو، ونص معلقة توم باودر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. دي هي. طبعا انت ممكن تزودي، تعملي الكمية تاني كمان مرة لو عايزة تزودي التوابل. لو تحبي تكمليه يعني تزودي شوية، ممكن نعمل نفس المقادير مرة كمان. بعد كده بنكتب عليها ان دي توابل السمك ونقفلها ونشيلها في التلاجة. وادي كده بهارات السمك اهي، كتبنا عليها وخلصناها ونحطها مع بهارات الفراخ في التلاجة. ومعانا دلوقتي صنف جديد من البهارات، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. بقى معانا بهارات اللحمة. اول حاجة معلقة كبيرة ملح، بعد كده معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، الكزبرة اهي كزبرة ناشفة. بعد كده معلقة صغيرة جوزة الطيب، جوزة الطيب اهي معلقة صغيرة. ماما بتعمل بالمعلقة الكبيرة بس بتاخد مقام المعلقة الصغيرة. ومعلقة صغيرة فلفل اسمر اهو، ومعلقة كبيرة حبهان بودر، وممكن تحطي لورا بودر. عايزة تزودي الكمية تضاعفي الكمية، نفس المقادير وتضاعفي ايه الكمية. دلوقتي نكتب عليها ونشيلها. ودي بهارات اللحوم حطيناها جنب اخواتها، ونكمل نشوف معانا ايه.
ودلوقتي معانا بهارات للشيش طاووق والشاورما. معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة قرفة باودر، ومعلقة صغيرة لورا، ومعلقة كبيرة سكر. وحطينا معلقة السكر. بعد كده معلقة صغيرة جوزة الطيب اهي، لا دي قرفة، جوزة الطيب اهي. ومعلقة صغيرة جنزبيل باودر اهو، معلقة صغيرة حبهان باودر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. ودي كانت بهارات الشاورما او الشيش طاووق، يعني تنفع للاتنين. طبعا لما بنيجي نتبل الشاورما او الشيش طاووق بنحط معاهم توم فريش وزيت نباتي وزبادي. انا كمان بحط على الشيش طاووق مستردة، بحط مستردة وبحط كاتشب بالنسبة بالتساوي، مثلا معلقتين مستردة معلقتين كاتشب مع التوابل دي، بتبقى تحفة. وكوباية زبادي او لبن رايب. وادي بهارات الشاورما والشيش طاووق ضفناها لاخواتها. طبعا سايباهم بره دلوقتي عشان بصورهم لكم، بعد كده هحطهم في التلاجة. نعمل بهارات للقلي، تقلي بيها فراخ، تقلي بيها كفتة، تقلي بيها لحمة. اول حاجة نحط معلقة كبيرة ملح، وخلوا بالكم بقى وانتوا بتعملوا ان انتوا حاطين ملح في التوابل، يعني ما تكتروش ملح بقى بعد كده علشان خاطر ما تملحش جامد. وعندنا كوباية بقسماط ناعم هنحطها، مش احنا قلنا هنعمل هنا كوباية بقسماط ناعم. وبعدين عندنا باكو بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر بينفش الخلطة وبيخليها جميلة زي بتاعة كنتاكي بالظبط. ممكن تعملي بيها فراخ بانيه مقلية، ممكن تعملي بيها فراخ كنتاكي، ممكن تعملي بيها كفتة مقلية، كفتة فراخ، كفتة لحمة. بعد كده عندنا معلقة شطة للي يحب، بس احنا مش هنحط شطة، محدش فينا بيحب الحراق. معلقة صغيرة جنزبيل اهو، ومعلقة فلفل اسود صغيرة برضو، ومعلقة كبيرة بصل باودر، ومعلقة صغيرة توم باودر. بس كده، دي توابل القلي. قولنا ماما انتي بتحطي اللي قبل ما تحطي بقى في خلطة البقسماط دي بتعملي له خلطة بالدقيق والبيض واللبن، مش كده؟ تحطي ايه بقى على ايه؟ البيض طبعا بيتضرب ومعاه شوية لبن يفكوا ويتحط عليه ملح وفلفل. ومش بتحطي دقيق؟ وشوية دقيق، وممكن الدقيق يبقى لوحده، وممكن تحطيه زي القبراي، يتحط معلقتين دقيق جوه البيض واللبن وتغطسي فيه الفراخ وتحطيها بعد كده في البقسماط ده. او الدقيق يبقى لوحده، تحطي الفراخ او اللحمه او الكفته في الدقيق الاول وبعدين البيض واللبن وبعدين الخلطه دي، تطلع جميله جدا جدا. بس لازم الحاجات البانيه دي لازم بعد ما تتبل تتحط في التلاجة على الرف على الاقل نص ساعه او ساعه علشان تمسك او تتشمع زي ما بيقولوا. بعد كده تطلعيها تقليها او تحطيها في الفريزر وتطلعيها على القلي. ولما تحطي الحاجه تحطي كيس نايلون وتحطي فوقيه الحاجه التانية عشان ما يلزقوش في بعض ويبقى سهل ان انت تطلعيها. دلوقتي هنعبيها في البرطمان ونكتب عليه. دي بهارات القلي مكتوب عليها بقسماط للبانيه اهي، وحطيناها جنب اخواتها. وبكده احنا نكون خلصنا النهارده خلطات البهارات. طبعا في خلطات تانية كتير بس احنا دي اكتر حاجة بنستخدمها في المطبخ، فحبينا ان احنا نجهزها علشان تكون سهلة علينا في شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. وبشكر والدتي وبشكر فروحة اللي ماسكة الكاميرا وهي اللي بتصور لنا،
وكلهم بيقولوا لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان يستفيدوا، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويضغط على الزرار الاحمر اللي مكتوب عليه اشتراك بالعربي او سبسكرايب بالانجلش. مستنيه تعليقاتكم الجميله اللي انا بستناها كل مره، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.